السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. شكرا لكم جزيل الشكر. انتهت مباراة الجزائر وموزمبيق التي أقيمت اليوم ضمن إطار الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2027 بفوز الجزائر بنتيجة 5-1. سجل هدف الجزائر الأول محمد عمورة في الدقيقة 8، ثم أضاف عيسى مندي الهدف الثاني في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 30 أحرز محمد عمورة ثالث أهداف الجزائر، وسجل هدف موزمبيق جيني كاتامو في الدقيقة 39، ثم أحرز جوين حجام هدف الرابع للجزائر في الدقيقة 65 وفي الدقيقة 80. أضاف محمد عمورة هدفا خامسا للجزائر، وفي أول تصريح له عقب نهاية المباراة أكد مدرب منتخب الموزمبيق إنه جد مصدوم من الأداء الرائع الذي قدمه المنتخب الجزائري، كما أكد أن هذا المستوى يعادل منتخبات أوروبية قادرة على المنافسات بكل جدارة واستحقاق.